بصوا البهدله اللي انا فيها. توكة بنتي اتقطعت ماشي. بصوا النقاب اتقطع اتبهدل خالص، وحصل كده عركه على البوابه عشان الناس بيخبطوا العيال، كل واحده خايفه على عيالها. يا حمرا هندور جوه شويه، بس ثواني خليكم معايا. يا حمرا هندور جوه شويه. وكمان غلطه كبيره حصلت على البوابه. الشارع اللي هو بيطلع منه اتوبيسات اللي هي السياحه، اللي هي الشارع اللي جنب بوابه الدخول دي للسياح بس. بس يا بابا، بس يا بابا ماشي. دلوقتي الاتوبيس السياحي بيزمر او بيكلكس عشان الناس تعدي. الناس ما عدتش، بس انا ما هتفضلش الجو شمس قوي. الناس ما عدتش، يوم هو يعمل ايه بقى؟ يدوس. والشعب المصري الهايل الطيب اللي ما فيش زيه ساب ان هو هيدوس علينا، ومسك في ان يعملوا هاي ومش هاي والكلام بتاعهم دوت ماشي. ناس اللي هم ارياف اللي اول مره ينزلوا القاهره او مره يجوا، بس نتحرك من هنا عشان هنا سياح بيعدوا عشان ما حدش يكلمني، عشان انا ايه مضغوطه. اقسم بالله اقسم بالله العربيه الاتوبيس كان هيدوس عليا، ولولا انا زقيت الناس انا كان داس عليا. ماليش ديه. الحكومه هنا بتعامل الناس اسوأ معامله، وفيديو هتشوفوه هنزله عند بوابه الدخول جوه، عند اللي هي المفروض نحطوا المشاية نحط الشنطه وتفتيش وكده. بيقولوا عشان الجمعه زحمه، الجمعه زحمه ناس تموت. انا واحده من الناس يغمى عليا، الناس يغمى عليها ومفيش اسعافات، محدش يلحق حد. لكن لو واحد اجنبي واحد الدنيا هتقوم، مش هتقعد عشانه، والمرور هيتظبط وكل حاجه هتظبط. يعني ايه يحصل ده؟ يعني ايه في بلدي واجي اعمل سياحه بالمنظر ده؟ لا، ما انا مش جايه. انا واحده من ضمن الناس شفت المنظر ده مش جايه. بكلم جوه يقول لك ايه ده عشان جمعه. جمعه ايه؟ الجمعه دي اللي ممكن واحد خبط انضرب ويتدحدل، والباص بتاع الاجانب هو اللي يدوس علينا ومالناش ديه، والحكومه واقفه وما بتعملش اي حاجه. يعني ايه؟ يعني ايه ناس يغمى عليهم ومحدش يتدخل؟ يعني ايه؟ ايه ده؟ ايه المهزله دي؟ انا جيت اهو. ادي الاهرامات، ادي الاهرامات، ادي الاهرامات زحمه تمام وحر وكل حاجه، بس يعني ايه ننداس؟ ادي الحمام. اصور لكم الحمام، بس انا اقلب الكاميرا. مش شايفه من الشمس. زحمه اهو، زحمه. ادي حمامات زحمه. عايز ادخل حمام اعمل اظبط نفسي وكده، مش عارفه ادخل. انا مثلا جايه في رحله، يعني ليا ميعاد همشي فيه، همشي ازاي؟ همشي ازاي؟ وايه المهزله دي؟ انا مش عارفه والله. حتى الاسلوب بتاع الكاريتا او الاسلوب وحش. يقول لك سعر انا مش عارفه اقول ايه والله. من الله من الله. وخلاص يعني السياحه باظت لينا، السياحه ما بقتش لينا، بقت للاجانب بس اللي بيدفعوا اكتر. احنا لا، مش قادره. حسب الله ونعم الوكيل. انا اخري انا عايزه اعمل حمام بس يعني، او اعدي نقابي وهخرج. انا مش داخله. تذكره كام يا محمد؟ وريها لي كده. تذكره غاليه وراحت عليا. انا مش عايزه، انا مش عايزاها. والله لو اعرف ده هيحسن كنتش خليت المشرفه تقطعها. هي اولى بفلوسها والله العظيم، بدل ما هترمى في الارض. ضربت واتهنت. مكتوب عليها سعر يا حمو؟ مكتوب عليها كام؟ 60. تذكره ب 60 اهي. 60 جنيه. 60 جنيه ادفعهم عشان اتبهدل. 60 جنيه ادفعهم عشان اتبهدل. ابني الشوز بتاعه راح، وده الكاب بتاعه راح، وده نفس النظام، وانا اغمى عليا واتبهدلت، والباسكت هيدوس عليا، والمعامله مش كويسه، واللي هو الشرطه هنا عشان الزحمه يقول لك انت بتزقيني. طب ما انتش داخلين. يا خساره الموبايل كانش مصور ساعتها، انا مش عارفه امسك الموبايل اصلا. والله العظيم اغمى عليا فتره يجي نص ساعه، ما فيش اكسجين. لا مش اتخانقت، هي واحده معاها اطفال، مش خناقه معاها اطفال، فالناس زقوني عليهم، فكرت ان انا بزقها. بتقول تزق البنت، لا يا رب سند على بنتها، شايلها على دراعها. قلت لها لا، انا معايا بنت، معايا اطفال برضه، ازاي هعمل كده؟ فقالت انا مش شايفه اصلا، انا الشمس جامده ومش شايفه، والناس اللي بيزقوني. فانا اقول لكرامتي ان انا هخرج. يعني مثلا هصور من هنا حتى مش داخله الحمام. يلا مش داخله الحمام، انا هصور من بره واوريكم ايه واكبر
كميه الزحمه وعايزه جهد اصلا وبهدله. خليكم معايا.